السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة المهندس كامل التعليمية في كل مكان. أهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر. وفي الفيديو ده هنكمل الأصوات المركبة للحروف المتحركة. كنا خدنا حرف ال A وخدنا حرف ال O. باقي حرف ال E وال I وال U أصواتهم المركبة لما يتحدوا مع حروف متحركة تانية يتنطقوا ازاي ويتقروا ازاي، ده اللي احنا هناخده في الفيديو ده. ولكن بناء على طلب كثير من الناس ان احنا يعني كل فيديو نكتب كلمة او كلمتين ونحاول نطبق عليها القواعد اللي احنا اتعلمناها. فيلا نبدأ على بركة الله بعد ما تسمعوني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة اسمها، انا مش هقول اسمها، عايزين نقرأ الكلمة دي. دي كلمة أنا عايز أقراها بناء على القواعد اللي احنا خدناها. أقل من دقيقة هراجع لكم الخمس أصوات الطويلة والقصيرة. معلش أنا عارف إن في ناس يعني اللي متابعاني بتتضايق شوية، بس والله في الإعادة إفادة، والله في الإعادة إفادة وقوة إتقان. وعلشان الناس معظم الناس مستوياتها بسيطة في اللغة الإنجليزية، فعلشان اللي لسه بادئ معانا في الفيديو ده يبقى فاهم القصة ماشية إزاي وجاية منين. قلنا ان حرف الاي وحرف الاي وحرف الاو ده بمثابة فتحة. يعني لو قلت حرف مثلا الكي بعده ايه تبقى كأنها فتحة ك. الكي بعده ايه كأنها كسرة، بس كسرة خفيفة ك، ما اقولش كي ك. الكي بعده او كأنها ضمة فاقول كو ك ك كو. طيب قلنا ناقص حرف اليو والاي، انا متعمد ان انا اكتبهم بالشكل ده. قلنا الكي بعد يو تاخد الصوت الهندي زي كا، ولو ار وراها يو تبقى را تبقى كا. والكي وراها اي دي الكسره الحقيقيه، كي ابين الكسر كي كا ك كو كا كي. تمام. دي كانت اسمها الأصوات القصيرة، وكان لها أصوات طويلة. إيه هي الأصوات الطويلة بتاعتها؟ قلنا ركز معايا كده، قلنا إن حرف ال A أو ال I أو ال U أو ال O أو ال E نفسهم لو فصل بينهم حرف ساكن وجه هنا حرف متحرك غالبا بيبقى ال E، بس مش شرط. المهم إن حرفين قلناها قبل كده، حرفين متحركين فصل بينهم حرف ساكن، فالحرف المتحرك الاولاني يتنطق باسمه. يعني الاي مش هتبقى فتحه، يبقى A I U O E. الحرف يتنطق باسمه تماما، ولا اقول فتحه ولا كسره ولا ضمه اذا جه بالحاله دي. خلص الكلام. الكلمه اللي معانا دلوقتي انا بقول لك اقراها، انا لسه بداتش في الشرح. انا بقول لك اقرا هذه الكلمه، تقول لي ده كبيره قوي. لا، اقول لك والله انت لو متابع الفيديوهات اللي فاتت وخاصه من اول الفيديو العاشر، لان السلسله دي يعتبر فعلا هي بدات من اول الفيديو العاشر. اللي قبل كده كانت فيديوهات تعتبر عشوائيه، حتى انا كملت الفيديو من الواحد من الثاني للتاسع، حاولت اجيب فيديوهات قديمه واديها الارقام لانها مفيده جدا. لكن الفيديو فعلا الكورس ده من الفيديو العاشر اقوى فيديو. طيب تعالى نشوف الكلمه دي ازاي. هنمشي معاها واحده واحده، ومره هنمشي معاها طريقه المقاطع. هنا حرف الاو وربي تبقى أوب. أقول أوب ولا أوب؟ أقول لك لا، عشان لو ده كان فيه هنا حرف متحرك هنا والأو فصل بينهم ساكن كنت هقول على الأو اسمه، كنت أقول أو، لكن مفيش، يبقى تاخد صوت الضمة العادية في البداية أوب. طيب والإس وراها إي تبقى سي ولا س؟ صح، س، تبقى أوبسه. وراها ار أوبسر. أدا أوب وده سر، أدا أوب وده سر. والفي وراها اي، أنا وراها اي ما بين الصوتين، يا إما الصوت القصير اللي هو الفتحة أو الفاء، أو الصوت الطويل اللي تنطق اي في.
طيب هشوف اذا جه بعد الاي حرف ساكن وبعده متحرك يبقى تاخد الصوت الهون الطويل. بص معايا كده، الاي جه بعدها متحرك وفصل بينهم ايه؟ ساكن. يبقى اقول في، اقول فا ولا في؟ طيب خلصت. يبقى اوب سير في ودي مقطع شن، مقطع شن. تبقى observation معناها ملاحظة. طيب معلش اكتب لي الكلمة ديت، ودايما بتقول لنا ان طريقة المقاطع اسهل واجمل. طبعا اسهل لان بتقطع لك الكلمة باصول. طيب تعالى نقطعها كده ونقراها بطريقة المقاطع. نكتب نفس الكلمة، نقول له اوب تمام. قلنا في تقطيع المقاطع بنشيل معانا في قراءة الكلمة بأسلوب المقاطع بنشيل زي مقطع شن. خلاص أنا عارف إن ده شن، خلاص يبقى هو مش موجود معايا في القصة بقى، هو مقطع شن. يبقى أنا محتاج أقطع في الكلمة الأولانية. قلنا في تقطيع المقاطع ركز معايا، بتتحدد المقاطع اللي في الكلمة على عدد الحروف المتحركة. فيها حرفين يبقى هتبقى مقطعين، فيها 3 حروف متحركة هتبقى 3 مقاطع. كنا بنعمل ازاي؟ تعال نقول الحرف المتحرك الاولاني اهو، والحرف المتحرك الثاني اهو، والثالث اهو. انا عندي كم حرف متحرك؟ 3. يبقى هيبقوا كم مقطع؟ 3. طب يلا نقسم. هنا الحرف المتحرك ده والحرف المتحرك ده فصل بينهم كم حرف ساكن؟ 2. يبقى نقطع في النص. أدا 1 2 اهو، أدا اول قطعة. تمام خلاص خلصنا. هات الحرف المتحرك ده والحرف المتحرك ده فصل بينهم كم حرف ساكن؟ 2. يبقى نقطع في النص. بس خلصت. طب لو كان حرف واحد ساكن واحد كنت اديته للايه؟ للمتحرك الثاني ورجع للفيديوهات القديمة. طيب نقرا بقى كده. اوبي اوب المقطع الاولاني يبقى 3 مقاطع، 1 2 3. اوبي اوب SER سير، في مقطع TION شن. observation كل ده لو رجعت الفيديوهات بعد الفيديو العاشر ال11 وال12 وال13 كل ده مشروح بالتفصيل، وانا هعمل فيديو هجمع فيه الكلام ده كله. طيب خلاص كفايه الكلمه دي. نخش بقى على الاصوات المركبه للحروف المتحركه. تابع الأصوات المركبة للحروف المتحركة. تمام. خدنا حرف الاي وخدنا حرف الاو، يبقى ثالث حاجة معايا حرف جميل الاي، حرف الاي. وعشان نفهم القصة والحكاية والرواية تعالى ناخد صوت الحرف بمجموعة كلمات. أول كلمة عندي اقراها لي الكلمة دي. تاني كلمة عندي اقرا لي الكلمة دي. تالت كلمة عندي اقرا لي الكلمة دي. رابع كلمة عندي الكلمة دي. الأربع كلمات دولت أصوات حرف الإي. ملحوظة بين قوسين، أنا دايما بجيب لك القواعد العامة اللي هي مستخدمة، أما قاعدة شاذة بيتقال عليها كل 100 كلمة الاقي فيهم كلمة ولا قيمة لها ولا أي قيمة لها. ما تصعبوش المادة، المادة بسيطة، أنا بحبش التصعيب. طيب أنا كنت أقول إيه؟ ما علينا. المهم الكلمة دي قرايتها عادية خالص. البي اي ان ما فيهاش أي مشكلة. البي اي ان كسرة بس كسرة خفيفة، ما اقولش بين خلاص مش محتاجها معايا. لكن الاس وراها 2 اي والتي وراها اي اي وهنا السي وراها اي اي، يبقى انا محتاج اعرف الاي اي والاي اي والاي اي، الاي اي والاي اي والاي اي. والله الكلام بسيط وسهل جدا. طيب
الاي مد، الكسره هتمدها تبقى بدل ما هي بين في اي، يبقى دي مد بالاي، مد كسره تبقى اي مد. يعني بدل مثلا انت لو عندك مثلا حرف الاف وراه اي ف، وراه 2 اي في، هتمد وراه اي في، وراه اي في. خلاص. طيب مثال، تعال نقرا الكلمه دي وناخد دي بالمره. تعالوا نقرا الكلمات دي. بالنسبه ايه اللي هيحصل؟ بصوا كده، حرف الاف هل هنا جه وراه ايه او الفاء او في او في؟ لا، طالما الحرف ما جاش وراه اي حرف متحرك فما ياخدش حركات، يعني ولا فتح ولا كسر ولا ضم، تبقى حرف الاف صوته ف او اف عادي والار هنا وراها دبل اي، فاقول ره ولا ري؟ مديت ليه؟ عشان جه 2 اي، تبقى فري معناها مجاني. طيب هنا نقراها. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الكي لما يجي وراها ان الكي ما بتتنطقش، راجع فيديو الحروف التي لا تنطق. طيب الان وراها 2 اي، اقول نه ولا ني يعني ركبه. خلاص، يبقى 2 اي مد بالاي، برضو اي مد بالاي. خلاص، يعني هنمد الاي. هنا الاس وراه اي فبيتعاملوا كحرف ايه، خد بالك ده كله بيتعامل كحرف واحد. فهنا اقول ايه؟ الاي دايما الحرف الاولاني اللي بيتقري وبيتمد، برضو زي ما كانت الاو كنا بنمد الاو. خلاص، هنا برضو نفس النظام، هنمد الاي سي، الاي كانها مش موجوده، الاي ورا الاي كانهم 2 اي بالظبط. سيت يعني مقعد، وهنا هيت برضو يسخن. خلاص، بالحراره. طيب الاي برضو مد بالاي، يعني برضو مد كسر اي زي سيد هيت فري ني. طيب هنا البي ما جاش وراها اي حرف متحرك، هنا تبقى نقولها باسمها بي، بس ما نقولش بي روتين، لا بي يعني انت لما تنطق بقى زي ب، ما اقولش ما اقولش با ولا بي ولا ب. والار وراها رو، والتي وراها اي يبقى مد بالكسر اهي، تبقى برو ته ولا تي؟ بروتين اللي هو البروتين، بروتينات يعني. طيب هنا ده رقم 8 معروف، بس الجي اتش لما بيجي قبلهم اي ما بيتنطقوش، راجع فيديو السايلنت ليترز، الحروف الصامته، تبقى الاي مد بالاي ايد يعني، بس هي بتاخد صوت اللي هنا في الكلمه دي مميزه، ايد. خلاص. طيب اذا حرف الاي ما يصعبلكش المسائل، هو اي مد الاي، اي مد الاي، اي مد الاي في الغالب بالنسبه لاي اي. ننقل على الحرف اللي بعده. الحرف اللي بعده واللي معايا دلوقتي هناخد عليه حاله واحده بس، اللي هو حرف حرف الاي، وده رقم 4، الحرف الرابع من الحروف المتحركه. عشان ما اطولش عليك نقرا الكلمه دي بس، انا مش عايز اقرا لك الكلمه دي. طيب يبقى الاي لما يجي وراه او، هو ده اللي معايا. ليه بقى؟ ركز معايا كده، الاي هنا جه وراه او، فاقول ايه؟ اون. لا، بص يا باشا، هو الحاله دي مفيش حالات، في حاله تانية بس مش يعني كل 100 كلمه ما يجي في كلمه، يعني انا مش عايز اضايقك، يعني احنا ماشيين مع بعض واحده واحده. الصوت بتاعهم تاخد صوت اليو، يبقى الاي او ياخد صوت مين؟ اليو. خلصت. مثال كلمات، قلنا الكلمه دي وخدناها المره اللي فاتت مثلا. خلاص، الكلمه دي المره اللي فاتت اسمها اوديو، قلنا الاي يو من الفيديو اللي فاتت بتنطق اود، وهنا اي او بتتنطق يو، انطق اليو، انطقها خالص،
يبقى اوديو، اوديو معناها صوت، معناها صوت، يبقى الاي او تتنطق يو. طيب نقرا الكلمه دي او ان اون، اون، ودي تتنطق يو تبقى اونيون، اونيون، اونيون يعني بصل. بس خلاص ما تشعبش الامور على نفسك. خامس حاجه معايا اللي هو حرف اليو، حرف اليو، الحرف الجميل اللي هو الصوت الهندي وبيتنطق في الاصوات الطويله باسمه. طيب لما بيتركب مع حروف، لما بيتركب هنحتاج نقرا الكلمه دي. اقرا لي دي، ونحتاج نقرا الكلمه دي. اقرا الكلمه دي، 3 اصوات. احفظ على كل صوت كلمه تريح دماغك، هي من الاخر يعني العمليه مش صعبه. بص معايا، الصوت الاولاني يو اي، يو اي، يو اي. ادي ال3 اصوات بتوعه، يو اي، يو اي، يو اي. اليو اي صوت الوا، اليو اي صوت الوي، واو فتحه و، قلبت عربي، واو فتحه و اهي، واو كسره وي اهي يو اي. اما اليو اي بتاخد صوت الاو، تاخد صوت الاو. طيب احنا الضمه يعني صوت الايه، الاو بتاخد صوت ده كده بيعمل له صوت الاو، يبقى دي وي دي صوت الاو، تاخد صوت الاو. مش فاهم؟ تعالى معايا واحده واحده. اقرا الكلمه دي، طيب عشان نعرف الاصوات دي قلنا اليو اي الوا زي ده حرف كيو ويو اي تتعامل كصوت واحد تبقى كوا كوا، وار كوار كوار، والتي كوارت كوارت، والاي ار قلنا قبل كده بتتنطقش اير، بتتنطق ار. كوارتر اللي هو ربع، كوارتر اللي هو ايه، ربع. خلصت. اليو اي بتنطق وي وي، كيو يو اي كوي كوي، والسي كي قلنا دي كي ودي كي، فهم كلهم بياخدوا صوت الكي تبقى كويك كويك كويك، كوارتر كويك. خلصت خلصت. واليو اي بتاخد صوت الاو زي بي ب ب، اليو اي كانها او تبقى ال وراها او، لو تبقى بلو، بلو يعني ازرق. كويك هنا معناها سريع. طيب جي اللي وراها يو اي كانها او تبقى لو، جلو، جلو صمغ. التي الار وراها او كانها او تبقى رو، ترو اللي هو حقيقي، حقيقي او صح. خلصت. طب تعالى نقرا الكلمتين او ال3 كلمات اللي هو مدهم لنا. هنقول له اليو اي اللي هي وا تبقى كواليتي، كواليتي جوده. يو اي برضو تبقى وا ولا وي، وا ولا وي، وي تبقى كواي كواي، والتي كوايت 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 يعني الى حد ما. طيب بي ال والال يعتبر دي او تبقى بلو اللي هو قلنا ازرق. العمليه بسيطه ما تصعبش الامور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.